أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا شك إن لكلمتي كربلاء وعاشوراء حضور قوي في وجدان جزء كبير من الأمة الإسلامية، والكلمتان في الواقع كل منهما يقود إلى حدث واحد، والحدث هو استشهاد سبط النبي خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين بن علي عليهم السلام، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله. كلمة كربلاء تشير إلى مكان الحدث، وكلمة عاشوراء تشير إلى زمان الحدث. مكان الحدث استشهاد السبط في كربلاء، وهي مكان معروف الآن لكل المسلمين، وعاشوراء وهو العاشر من المحرم، وهو اليوم الذي شهد استشهاد السبط الشهيد. هذا الحضور في وجدان الأمة الإسلامية وقسم من الأمة الإسلامية يقابله غياب في قسم آخر، وليس غياب فقط، وإنما استهجان عند البعض إلى التدخين في القسم المقابل. فبالتالي لوجود هذه المفارقة بين قسمي الأمة الإسلامية حول هذا الحدث، جهة تجعله أس الدين وأساس الدين، وأن إحياءه وبذل الجهود في تنويه به صلب الدين، وجهة أخرى تراه خلاف ذلك، وإنما تراه أنه حدث تاريخي وقع في زمن من الأزمان، ويجب على الأمة أن تتجاوزه وأن لا تستدعيه لزماننا الحاضر، لأن استدعاه ترى في استدعائه إلى هذا الزمان شق لصف الأمة. من خلال هذه الرؤية الموجودة الآن وهذا الانقسام حول هذه المفردات، هذه الكلمات التي قلنا أنها تشكل وجدان قسم كبير من الأمة، ورؤية هذا القسم الآخر لخلاف هذه التشكيلة وهذا الانطباق وهذا الحضور الوجداني، يستدعي منا أن نوضح طريق لمقاربة هذه القضية تعين الذين يقفون على نقيض من يرون بضرورة حضورها في وجدان الأمة وباعتبارها مرشد وقائد وهادي إلى سبل الرشاد وسبل الإيمان وقيم الدين وقيم السماء. هذا الجزء الآخر الواقف على النقيض نرى أن ما يحجبه من رؤية ما يراه الطرف الآخر هو جهله بأصل هذه القضية، وبالتالي هذا الجهل هو الذي يخلق العداوة، لأن كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن المرء عدو ما يشاء. فبالتالي بدلا أن يدعو هذا الجزء من الأمة إلى إلغاء هذا الحدث وحصره في وجوده التاريخي، نحن ندعو بالمقابل هذا الطرف إلى الاقتراب من رؤية الطرف الآخر، وهذا الاقتراب ينبني على بيان. هذا البيان في وجهة نظري يساعد الطرف البعيد عن هذه القضية
فأن يقترب شيئا ما من هذه القضية، وله ذلك بعد أن يقترب ويعرف هذه المعرفة ويهضم هذا البيان، له أن يتخذ موقفه المناسب من هذه القضية. للاقتراب من قضية الإمام الحسين نحتاج إلى 5 عناصر من وجهة نظر خاصة. 5 عناصر. أولا نحتاج إلى بصيرة قرآنية، ثم إلى فطرة سليمة، ثم إلى معرفة بشخصية محور الحدث من جهتين: معرفة هذه الشخصية نفسها في نفسها ما هي، ما الذي تشكله في واقعها، والشيء الآخر معرفة الظروف التي أحاطت بهذه الشخصية وقت الحدث المعين والزمن في ذلك الزمان، زمن الحدث. هذا عنصر ينقسم إلى 2: معرفة الإمام الحسين ومعرفة الظروف المحيطة به وكل ما يرتبط بالإمام الحسين. والعنصر الخامس في وجهة نظري هو ما خطه أهل البيت عليهم السلام من بعد الإمام الحسين لقضية الإمام الحسين، وكيف يجب على الأمة التعامل معها. هذا خطه الأئمة عليهم السلام في روايات وفي صياغة أدعية وزيارات، إن شاء الله في حينه نبينه. المهم أننا نحتاج إلى هذه 5 عناصر لنقترب من قضية الإمام الحسين. البصيرة القرآنية والفطرة يمكن أن نجعلهم قسم، ومعرفة الإمام الحسين ومعرفة الظروف المحيطة به ومعرفة ما خطه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم للأمة للتعامل مع قضية الإمام الحسين، هذين ال3 قسم آخر. لو تلاحظ أن هذين القسمين الأولين هما قسمان يمكن أن نصنفهما موجهات معرفية، يعني قسمان يساعد الإنسان بهم ينتبه الإنسان ويتوجه إلى كيفية رؤية الأحداث، يعني موجهات معرفية. بينما هذه ال3 عناصر الأخرى قضايا حديثية تاريخية للإنسان أن يبحث فيها ويدقق في المعلومات الواردة حولها. فبالتالي عنصرين معرفيات وعنصرين معلوماتيات كما ممكن، يعني هي عبارة عن مجموعة معلومات. فعناصر المعرفة دائما والموجهات المعرفية تحتاج فقط إلى لفت الانتباه والتنويه، يعني لأن الإنسان هي حاضرة في الواقع عنده ولكنه يغفل عنها، فبالتالي بأقل تنبيه وبأقل توجيه من مذكر ما يتذكر ويجد في وجدانه هذين الموجهات المعرفية أو الوسائل المعرفة أو سميها كما تحب وكما تشاء. ليس هنالك نزاع حول اللفظ، وإنما نقصد المعنى الذي خلف هذه الألفاظ. المعرفة البصيرة القرآنية التي نحتاجها لمعرفة بعد قضية الإمام الحسين نستنبطها من التدبر في آيات القرآن الكريم ومن بعض الشعائر الدينية المرتبطة بهذا التدبر. في الواقع عندما نتحدث عن البصيرة نحن نتحدث عن حقائق، ولكنه نوع متفرد من الحقائق. حقائق ليست حقائق مفردة، وإنما حقائق لها طبيعة الكشف، حقيقة تكشف عن حقائق معها. هذه ما يمكن أن نسميه بصيرة، أن حقيقة لكنها تولد مجموعة حقائق أو تكشف عن مجموعة حقائق، وليست معلومة ولا حقيقة منفردة، وإنما ترتبط بمجموعة حقائق. هذه الحقيقة والبصيرة التي تكشف لنا مجموعة بصائر وهي موجودة في القرآن الكريم، أن كيف يسوق الله سبحانه وتعالى الناس إلى توحيده،
لأن توحيد الله سبحانه وتعالى للمتدبر في القرآن الكريم وفي المعارف الدينية بصورة عامة هو مصدر أساسي للقيم الدينية، للقيم الإنسانية التي أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتكامل بها ويصعد ويعرج إلى معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة حقيقية، وبالتالي يتنزل وينزل أسماء الله سبحانه وتعالى في حياته، وبالتالي يصعد بهذه الحياة ويقارب بها قيم الدين وقيم السماء. فإذن التوحيد نبع الفضائل ونبع القيم. كيف يسعى الرب سبحانه وتعالى من خلال آيات القرآن الكريم لجذب الناس لحقيقة التوحيد؟ في الواقع نحن نختار نموذج واحد من النماذج القرآنية الكثيرة التي تشير إلى حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يقود الناس إلى الإيمان وإلى التوحيد بطريقة معينة. النموذج اللي نريد نختاره هو نموذج موجود ومذكور في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، نموذج إبراهيم الخليل عليه السلام. كيف تحدث القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام، وما هو السر في هذا الطريقة من الحديث، وإلى ماذا تقود؟ تلاحظ أن الرب سبحانه وتعالى لما يحكي عن سيرة إبراهيم عليه السلام دائما هذه السيرة تكون مقرونة بالمدح. نحن في آيات كثيرة نحن نأخذ نماذج من هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يتحدث عن إبراهيم الخليل ويقول: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد يقول على لسان إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. شوف الله سبحانه وتعالى قرن دين أراد الله للناس أن يتبعوه باسم بشر، حتى في العبادة نسب هذا الإله لشخص. يقول لا إلهك، عندما يعقوب يطلب من يسأل أبنائه عن ماذا يعبدون من بعده يقول نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. كان يقول نعبد الله إلها واحدا، لكن الله سبحانه وتعالى قرن هذه الأسماء بعبوديته وقرنها بإلوهيته وقرع الناس الذين أرادوا أن يزوغوا عن هذا الدين أو يفصلوا بين إبراهيم وبين دين الله سبحانه وتعالى بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
الله سبحانه وتعالى عندما ينقل كلام اليهود والنصارى لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله والحديثه معهم، وعندما قالوا كونوا هود أو نصارى تهتدوا، قال شنو؟ قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وفي موضع آخر ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ويقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دعوة لاتباع دين سماه بشخص، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لماذا هذا التعظيم لإبراهيم؟ بعض مواضع القرآن تبين أن هذه المكانة وجد إبراهيم عليه السلام بتسليمه لله سبحانه وتعالى، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. فإذا تسليم إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، لله سبحانه وتعالى جعل هذه العظمة. هذه العظمة شوف إلى وين وصل، عندما يجعل الله سبحانه وتعالى مقام لإبراهيم مكان لعبادة الناس لله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتخذوه مصلى حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. ما هذه الآيات البينات؟ البيت الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للناس ببكة وميزه بآيات بينات. ما هذه الآيات البينات؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا من المقام، هو من المقام من الآيات البينات لله سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى يحوش الناس إلى دينه وإلى توحيده عبر الموحدين. كل ما كان النموذج مصداق عالي ومنطبق عليه التوحيد كاملا، كل ما الله سبحانه وتعالى نوه به تنويها شديدا ودعا الناس للتبرك به وبآثاره، جعل آثاره تقود إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وهذه البصيرة القرآنية منطبقة في الواقع الخارجي في أعظم شعيرة من شعائر الدين، وهي شعيرة الحج، عندما يقول إن الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يقول شنو؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا هذا المقام وهذه الآثار الله سبحانه وتعالى يجعلنا نرتقي عبرها عبر آثار الموحدين، ليس بس عبر أشخاص الموحدين، وإنما عبر آثار الموحدين نرتقي لتوحيد الله سبحانه وتعالى. كل الحج عبارة عن آثار لهذه الموحدين، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى إبراهيم، ولأن إبراهيم عليه السلام سلم لله سبحانه وتعالى وأطاعه في أصعب الأمور، وهي عندما طلب منه ذبح ابنه، أراد أن يذبح ابنه حتى فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. كل آثار الخليل وآثار أبنائه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا ما هي الصفا والمروة؟ الموجود في الآثار الإسلامية والمعروف
أن هذا المكان كان مكان سعت فيه هاجر زوجة نبينا إبراهيم عليه النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، جعله الله سبحانه وتعالى من شعائره. وعلى من حج البيت أو اعتمر لا تتم عمرته ولا يتم حجه إلا شنو؟ بالسعي بين الصفا والمروة. هنالك تجلى إخلاص إبراهيم لربه سبحانه وتعالى وتسليمه لأمره أن ترك زوجته في ذلك المكان مع ابن صغير، وهو يكون استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى نوه بإبراهيم وجعل كل مكان ظهرت فيه وظهر فيه وتجلى فيه توحيده وانقياده لله سبحانه وتعالى وتسليمه للرب سبحانه وتعالى، كل مكان انقاد فيه وظهر مصداقا لانقياده لربه وتسليما لربه كان مكان شنو؟ حفاوة من الرب سبحانه وتعالى ودعوة للعباد ليرتقوا لتوحيد الله سبحانه وتعالى عبر هذا المكان، عندما يقول أن الصفا والمروة من شعائر الله ويأمر الناس بالطواف بها. ومن ذهب إلى الحج ورزقه الله الحج يعرف أن كل الحج آثار لإبراهيم الخليل، يعني أنت تطوف بالبيت لا يكتمل طوافك إلا بصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام. وهذه الدعوة هي اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. عندما تذهب إلى منى، عندما تنحر الأضحية، عندما ترمي الجمار، وإنما هي مصادق لتسليم إبراهيم عليه السلام. سلم رجم الشيطان، سلم بنحره لابنه، سلم بتركه ابنه وزوجته في مكان منقطع ما فيه بشر. كل ذلك الله سبحانه وتعالى جعله عنوان وآثار للصعود والعروج إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه العظمة التي نجدها في هذه الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن الكريم إنما تشير لنا إلى حقيقة، وهذه الحقيقة يجب أن تولد علينا عندنا مجموعة حقائق. عندما يقول الرب سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تدخل كلها ضمن ما ميز به الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم، يعني من إبراهيم الموضوع ممتد ومتسلسل. آل إبراهيم يشمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ويشمل ذريته، وإن كان الرسول صلى الله عليه وآله قد بين ذلك في موارد كثيرة وبروايات كثيرة، لكن القرآن نوه لهذه القضية أن آل إبراهيم الله سبحانه وتعالى أعطاهم الكتاب وأعطاهم الحكمة وأعطاهم ملكا عظيما. فلماذا يحسدهم الناس؟ الله سبحانه وتعالى ينهي عن الحسد لهذه الفئة المصطفى. إذن حقيقة التنويه بإبراهيم الخليل وأسباب هذا التنويه الذي سرد لنا القرآن بتسليمه والقصص الكثيرة جدا التي قصاها علينا في تجربته مع قومه، في تجربته في انقياده لله سبحانه وتعالى، في ذبحه لابنه، في هجره للمشركين، في وضعه ابنه وزوجته في مكان غير ذي زرع كما عند بيتك المحرم كما موجود في القرآن الكريم. كل هذه الأمور وهذه الحقائق تقودنا لنقطة جوهرية وبصيرة أساسية، أن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نصعد إلى سلم توحيده وسلم معرفته ونتدرج فيه عبر الموحدين. وهذه حقيقة لا نزاح فيها، وما إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى ذلك لم تكن تتوارد هذه الآيات الكثيرة عن إبراهيم نسبة الدين له، أن آثاره
من الآيات البينات التي وضعها الله سبحانه وتعالى في بيته الذي طلب من الناس أن يحجوا إليه، وهذه الآثار العظيمة الموجودة في الحج والتي كلها هي آثار لإبراهيم الخليل. هذا كله يقودنا لأن البشر الموحدين يستحقوا من المؤمنين أن يجعلوا آثارهم ويجعلوا حياتهم معراج لهم لخلوص التوحيد، لخلوص المعرفة الإيمانية، لاستنزال قيم الدين وقيم السماء لأرض الواقع. إذن هذه البصيرة التي أخذناها من القرآن الكريم ووجدنا تطبيقات لها في الحج وفي غيره من الآيات الواضحات، منفذنا لقضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لأن ما من شك أن الحسين عليه السلام عنوان من عناوين التوحيد، أنه عنوان من عناوين التوحيد. لنا بعدين في العنصر الثالث أن نسأل عن ذلك الحقائق التاريخية والروايات المجمع عليها بين المسلمين، أنه هل يمثل التوحيد؟ هل مثل التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى؟ هذه في العنصر الثالث المهم جدا، اللي هو مطلوب من كل شخص أن يطلع عليه بنفسه، وليس مهمتنا في هذه تفصيله، وإنما نشير إليه إشارات. إذن هذه بصيرة دينية مستنبطة من القرآن الكريم، لو حضرت في وجدان الإنسان وتأمل بها فيما بعد وقائع كربلاء وحقيقة التاريخية عن الإمام الحسين، سيصل إن شاء الله لفهم لماذا هذا التعظيم ولماذا هذا الحضور الوجداني في عند أتباع أهل البيت عليهم السلام. إذن بصيرة قرآنية. شيء آخر، عنصر ثاني قلنا هو الفطرة السليمة، أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد. وعندما نقول فطر الناس على التوحيد يعني فطرهم على قيم معينة، لأن التوحيد تتجلى منه كل القيم الجميلة التي يسعى الإنسان ليكمل نفسه بها وليصعد بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس الفطرة السليمة مفطورين على التوحيد، فعند ذلك نقول أن الفطرة السليمة نحتاجها لرؤية الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين كما سيعرف المطلع أنه كان نموذجا للتوحيد، فبالتالي معرفة حقيقة قضيته وحقيقة كذا تحتاج إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، والتي ما جاء الأنبياء كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إلا ليستأدوها، وواتر إليهم رسله ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته وليثيروا لهم دفائن العقول. فإذا الفطرة السليمة يحتاج الإنسان لاستيعاب قضية الإمام الحسين. وفي رأينا أن الفطرة السليمة هي التي تقود كثيرين إلى الإمام الحسين مباشرة بدون المرور حتى بالقضايا الإسلامية. كل من قرأ عن حادثة الإمام الحسين وما مثلته من قيم انجذب لها، وفي مثل هذه الأوقات تجد صفحات النت والكتب كلها تنقل أقوال عظماء البشر الذين ليس لهم علاقة بالإسلام عن الإمام الحسين وعن عظمة الإمام الحسين، لأنهم بفطرتهم السليمة مباشرة اطلعوا على هذه القضية واستوعبوا أن هذا الرجل إنما هو نموذج لهذه القيم التي تغير حياتنا وحياة البشر. فبالتالي الفطرة السليمة التي لا تبرر الأخطاء. يعني احنا في عالمنا اليوم موجود تشويه للفطرة كبير جدا. يعني الإنسان الذي يبرر الخوض في الدماء والسبي النساء وقتل المسلمين وانتهاك الأعراض وغيره بمبررات ما أنزل الله بها من سلطان، يصادم في الحقيقة هذا المسخ الجديد الموجود من تكفيرين ومن غيره. هذا مسخ يعني للفطرة الإنسانية. إنسان قريب من هذا الذين يشوهون الفطرة ولو بأحاديث موضوعة وبغيره، هؤلاء لن يستطيعوا
أن يستوعب قضية الإمام الحسين. قضية الإمام الحسين والتعرف منها والاقتراب منها يحتاج في الواقع إلى فطرة سليمة. فبالتالي بصيرة قرآنية، معرفة أن كيف حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يقود الناس إلى توحيده عبر الموحدين وعبر آثار الموحدين، وفطرة سليمة، هما عنصران معرفيان ممكن نسميهم عناصر معرفة. يعني يحتاجه الإنسان كموجه معرفي لقراءة قضية الإمام الحسين. كذا نكون انتهينا من العنصرين الأساسيات. الثلاث عناصر الأخرى لا نطيل فيها، لأنها في الواقع تحتاج من الفرد أن يطلع عليها، وإنما إشارات بسيطة لها. العنصر الأول من الثلاث عناصر هو من هو الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين كنسب كسلالة معروف، وكتنويه لمن يؤمنون بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالإمام الحسين. يبدو أن أحاديثه ملأت الخافقين. الرسول صلى الله عليه وآله قال أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. وقال أنهم الحسن والحسين سبطاي والريحانتاي من هذه الدنيا، وغيرها وغيرها، مع ما هو موجود في كل المجامع الإسلامية بمختلف تصنيفاته من سنة، شيعة، إسماعيلية، غيرهم وغيرهم وغيرهم، كلهم اجتمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وآله قال ذلك في الإمام الحسين. وكل الناس يعرفون كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع الإمام الحسين. فإذا الإمام الحسين منوه به من قبل الرسول صلى الله عليه وآله من جهة، معروف نسبا، معروف أخلاقا، معروف معرفا بروايات جده الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا مكان كلام يعني لا نطيل فيه. لكن هنالك من أراد أن يستزيد لمعرفة الإمام الحسين عليه أن يقرأ ما ورد عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعرف حقيقة هذه الشخصية. أن هذه الشخصية التي ظهرت في كربلاء، ظهورها والقيم التي أبدتها في كربلاء ليست وليدة اللحظة، وإنما شخص كان مساره مسار قيم، كان مساره تعبير عن التوحيد. الإمام الحسين عليه السلام هنالك له دعاء معلوم ومعروف اسمه دعاء عرفة، فيه من المضامين التوحيدية التي استعجب لها الإنسان، لا يكون مصدرها إلا الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين هذه المضامين لا بد أنها مصدرها الإله، لأنها ليست من قول البشر. هذه المعرفة التي تنسكب من دعاء الإمام الحسين في عرفة من أدعيته الكثيرة من دعاه وهو في صعيد كربلاء: اللهم عظيم الجبروت، شديد المحال، غنيا عن الخلائق. هذه المناجاة العذبة التي ودع بها الحسين الدنيا، هذه ودعاء عرفة وغيرها وغيرها من الأدعية الكثيرة التي يبحثها الإنسان في مظانها، فيعرف أن الإمام الحسين عندما تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وآله كان مساره انطباق لهذا الحديث. سيد شباب أهل الجنة، هذا نموذج لحياة سيد شباب أهل الجنة، سلوكا، معرفة بربه، وتعليما للناس بربهم سبحانه وتعالى. هذه واحدة من الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أهل بيته، جعلهم قرينين للقرآن، لأنهم يقودون الله سبحانه وتعالى كما يقود القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، هم كذلك يقودون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أخبرني إنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. الويل قاطع صلتي فيه، لا أنال الله شفاعتي. فإذا الإمام الحسين نموذج لأهل البيت عليهم السلام الذين تحدثت عنهم الروايات كثيرة 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 لا تحصى ولا تعد، والمجمع عليه بين فرق المسلمين ليس قليلا. دعك من انفردت منه عليه به فرقة دون فرقة، إنما المجمع عليه ضخم من الحديث عن الإمام الحسين بخصوصه، أو من الحديث عن أهل البيت عليهم السلام اللي هو ينطبق على الإمام الحسين.
هذا جانب روايات الرسول صلى الله عليه وسلم. أدعية الإمام الحسين، خطب الإمام الحسين، خطب والكتب التي اقترنت بمسير الإمام الحسين إلى كربلاء، من ألقى عليها نظرة عرف الإمام الحسين ماذا يمثل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وعند خروجه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة وضع وصيته عند الوصية المشهورة عند أخيه ابن الحنفية، التي وضح فيها خروجه إلى كربلاء وأسبابه، أنه لم يخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم. وسيرة جده وسيرة أبيه معلومات للكل ماذا كانت، فبالتالي وضح أنه لم يخرج إلا لطلب الإصلاح في أمة جده، لأنه من يقرأ التاريخ والظروف المحيطة بالإمام الحسين يعلم ضرورة خروج الإمام الحسين عليه السلام في ذلك الوقت، لأن الانحراف صار كبيرا لدرجة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أرادوا أن يقيموا مقامه مثل يزيد، ملاعب القردة شارب الخمر، أرادوا أن يقيموه مقام الرسول صلى الله عليه وآله كأمير للمؤمنين، فبالتالي كان الواجب أن يخرج لطلب الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله. كتبه عليه السلام لأهل الكوفة، وهي كتب مطولة للإنسان أن يطلع عليها ويعرف أهداف مسيره واضحة جلية. خطبته عند خروجه من مكة كما هي معلومة للجميع. فإذن هذه مؤشرات سريعة لمن أراد أن يستزيد وأن يعرف، له أن يطلع عنها في مصادرها: خطب، أدعية الإمام الحسين، خطب الإمام الحسين، رسائل الإمام الحسين التي أرسلها لأهل الكوفة. هذه مؤشرات لتقترب الإنسان ليعرف من هو الإمام الحسين في الواقع، ولو كان أنه كما يقولون عالم على رأسه نار، لا يحتاج إلى تعريف كثير، خصوصا للمسلم. كل مسلم يقال له الإمام الحسين عليه السلام يعرف الإمام الحسين مفترض. فإذن هذا جانب الإنسان الذي يريد يعرف قضية حق كربلاء، هذه المؤشرات يستصحبها معه. بالإضافة لمعرفة الإمام الحسين يجب علينا أن نعرف الظروف التاريخية التي ثار فيها الإمام الحسين، وإلى أي مدى وصلت الأمة الإسلامية. في الواقع الانحراف كان كبيرا، كما هو معلوم تاريخيا أن يزيد أول بيعة بويع في حياة أبوه. هذه دعك من أنه نحن نقول إنه ما جرى بعد الرسول صلى الله عليه وآله صحيحا أو غير صحيح، حتى ما تعارف عليه المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من وسائل لوضع حاكم، هذه الوسائل تجاوزها معاوية ووضع يزيد. ويزيد ما هو يزيد؟ هذا يحدثك التاريخ. يزيد الذي فعل في 3 سنوات أبشع ما جرى من ظالم من طاغية في الإسلام. سنة قتل فيها الإمام الحسين كما تعلمون، وسنة استباح فيها المدينة منورة، كما يقولون هذه الاستباحة التي يحاول المسلمون أن يغطوا عليها هذه فضيحة. مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وهي حرم آمن مفترض، وإن كان إن الإمام الحسين أعظم من الحرم المكان، وإنما عندما يستبيح الإمام الحسين يستبيح كل شيء. هذه الحادثة من قرأ تاريخها يعرف يزيد ووضع الأمة حقيقة
عندما يقول المؤرخون أن افتضت استباح 3 أيام، مدينة مسلمين استباح 3 أيام، وهو نموذج الآن للتكفيريين الموجودين الآن. 3 أيام يقولون أن وافتضت فيها 1000 بكارة، هذا على أقل، دعك من آلاف آلاف قتلوا. يقال أن الصحابة اللي قتلهم يزيد في هذه المعركة يمكن 100. فإذا هذا مؤشر، وللإنسان يستزيد عن هذا الرداء اللي وصلت لها الأمة الإسلامية، أن يحكم فيها مثل يزيد الذي ارتكب هذه الموبقات، فغير أنه ضرب الكعبة بالمنجل. يعني ليست هنالك حرمة من حرمات الإسلام تركها. حرمة الرسول المتمثلة في الإمام الحسين انتهكها، حرمة الرسول المتمثلة في المدينة وفي حرمه انتهكها، حرمة الله سبحانه وتعالى المتمثلة في بيته الحرام انتهكها. فإذا هذا الظرف التاريخي هو الذي نهض فيه الإمام الحسين، ولو لم ينهض الإمام الحسين في مثل هذا الظرف لما كان يكون الإمام الحسين. عندما يكتب من لحق بنا ولما من تخلف عنا لم يدرك الفتح، هذا هو الدنيا قد أدبرت، كما في رسائله لبني هاشم. هذا الظرف التاريخي الذي نهض فيه الإمام الحسين لا بد الإنسان أن يعرفه. هذه إذن العناصر التي تقود للاقتراب من ما رسمه أو رسمته كربلاء وعاشوراء في وجدان الأمة الإسلامية. هذه القضايا نهضة الإمام الحسين، معرفتنا بالإمام الحسين وبأدعيته وبتاريخه وبرواياته إنما ثبتت وكان يمكن أن تضمحل تاريخيا وما تصل ليوم من اليوم لولا العنصر الخامس الذي يجب الإنسان أن يعرف، أن أئمة أهل البيت عليهم السلام من بعد الإمام الحسين كيف ركزوا على هذه القضية. هذه القضية أصبحت قضيتهم الأساسية، لأن هي كانت شعار الدين. الإمام الحسين أصبح شعار للدين، لذلك الأئمة عليهم السلام جعلوا زيارة الإمام الحسين من أعظم الأعمال والقربات. هذا طبعا ليس جعلا من عندهم، نحن عندما الرسول صلى الله عليه وآله جعلهم فينا لنتبعهم ليقولوا لنا في الأحداث الجارية ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله ماذا كان يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه لو كان حاضرا. إذن هم صلوات الله وسلامه عليهم الذين رسموا لنا كيف نتعاطى مع هذه القضية، وأن هذه القضية قضية عظيمة، وهم تفاصيل هذه المعركة حتى لم يبيحوها كاملة، لأن أصلا في الواقع عندما يتحدثون صلوات الله وسلامه عليهم يعني هذه الفاجعة من ضخامتها يقولوا نحن نخفي جزء منها عن شيعتنا، لأنه إذا أبحنا لهم بتفاصيلها لقضي عليهم، لأن الشيعة متعلقون بأئمتهم عليهم السلام وبما يجري عليهم، يحزنهم ما يحزن ما يقع عليهم من مآسي ومن كذا. لذلك هذه التفاصيل حجبوها، ومع ذلك ركزوا على قضية الإمام الحسين، على القضية أن الإمام الحسين عليه السلام وإنما قام للدين. عندما يتحدث الإمام الأدعية عن الأئمة عليهم السلام في الزيارات: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي.
هذه كلها السياقة اللي ساقوها الأئمة عليهم السلام لتركيز قضية الإمام الحسين وتثبيت قضية الإمام الحسين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليس معركة تاريخية من أجل السلطة وانتهت، وإنما قضية دينية. لذلك عندما يقف الأئمة عليهم السلام ويهتموا بصياغة هذه الزيارات التي تثبت في وجدان الأمة قضية الإمام الحسين، إنما ينحو منح القرآن الكريم. عندما نوه بإبراهيم عليه السلام، نوه بإبراهيم الخليل ليقود الناس إلى حظيرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نوه بإبراهيم الخليل ليقود الناس للتسليم لله سبحانه وتعالى، نوه بهذه القضية. كذلك الأئمة عليهم السلام هذا العنصر الخامس، أنهم صاغوا هذه الزيارات. دعك من الروايات الكثيرة التي تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسين، كل ذلك من أجل تقريب هذه الصورة للأمة الإسلامية وتثبيت هذه القضية التي أراد الناس أن يطفوها. أرادوا أن يكون الإمام الحسين حادث تاريخي وينتهي، أرادوا أن يكون الإمام الحسين قضية منقطعة في التاريخ، وأنها مثلها وتشبه الصراعات التاريخية حول السلطة. كم من شخص قتل من أجل السلطة، لكن لم يبقى إلا الإمام الحسين. ذلك لأن الإمام الحسين قضية دين، قضية توحيد، شخصية متفردة في كربلاء قدمت نموذج فريد للتسليم لله سبحانه وتعالى. شخص إذا قلنا أن إبراهيم عليه السلام الذي وجد التنويه والآيات الكثيرة التي تلوناها نوه الله سبحانه وتعالى لأنه رضي أن يذبح ابنه، في الواقع بعدين لم يذبحه، بينما الإمام الحسين ذبح كل أبنائه، لم ينفد من أبنائه إلا الإمام زين العابدين عليه السلام. قدم إخوته، أبناءه، أصحابه الخلص، أبناء أخواته، هذا كله قدم الإمام الحسين، ثم قدم نفسه بأبي وأمي، كله قربة لله سبحانه وتعالى وتسليما. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، كما هو قوله سلام الله عليه. فإذن ليس نموذج الإمام الحسين ببعيدا عن نموذج القرآن الإبراهيمي الذي طرحه لنا ليبين لنا أن نحن يجب أن ننوه بالموحدين، نلتصق بالموحدين حتى نوحد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.